تصرف من أقلية منحرفة، مش أقلية، وليس شعب الجزائر كله. شعب الجزائر له الاحترام والتقدير ايا كان، كله هيبان يا استاذ احمد، كله هيبان. لكن لما تبقى اقليه منحرفه عملت هذا التصرف، ما فيش مثقف منهم طلع قال انا اسف، لا مخرج ولا فنان تشكيلي ولا مطرب. اذا كان الاستاذ مصطفى بكر بيقول خالد اللي محمد منير عمل معاه حفله هنا، وانا اشك ان الشاب خالد يقول كلام زي ده. هذا الكلام واتمنى ان عندهم كاذبه بيننا وبين بلد المليون لقيط. لا مليون شهيد، مليون شهيد. لا معلش. بص انا سايب الناس تتكلم زي ما هي عايزه، بس بلاش المليون. يعني في تاريخ ما نقدرش عن لسان الدنيا كلها. احنا لازم نقطع الجزائر دي تماما، وده شعب متخلف وحقير، وبجد ما ينفعش ان احنا نتعامل معاه. واحنا مش الناس بتفتكر انه الطيبه او الاحترام او الادب او انه حد يبقى عنده اخلاق ان هو جبان. احنا عمرنا ما كنا جبنه، طول عمرنا ستاتنا رجاله ورجالتنا ارجل من ارجل راجل عندهمش اساسا. ودول ناس بجد شعب مستفز، ودول مش قله يعني دول مش اللي بيشجعوا الكوره، او مش ده مش ماتش كوره، دي حرب. يروحوا يشوفوا بلدهم، يروحوا يعمروها، بدل ما هم سايبوا المجرمين في الماتشات، يروحوا يعمروا بلدهم او يعملوا حاجه لبلدهم. بدل ما انا جيلي انا عرفتهم، وعرفت ان في حاجه اسمها جزائر من خلال فنانه مصريه وانتاج مصري. لازم كرمناهم، ده احنا لازم يغوروا في 60 داهيه. ده احنا بنكرههم وبنحتقرهم، ودول شعب حقير، ومعروف هم اساسا مش قاعدين في بلدهم، لان بلدهم مش سايعاهم ومش واخداهم اساسا. هم موجودين بره في فرنسا، قوادين وعاهرات في كل حته. هم ناس مش محترمه بالمره، بكبرهم بصغيرهم بعواجزهم باطفالهم. احنا بنكرههم كلهم ومش عايزينهم، ودي بجد الحاجه اللي حصلت اللي تخلينا بعد كده نعرف ناخد حقنا. وميدو لما كان بيتكلم دلوقتي وبيقول اللي حصل، المفروض كل اللعيبه يبقوا كده، يبقوا زي ميدو وبيتكلموا زيه، لان هم دول اللي هيعرفوا يتعاملوا مع الاشكال دي. احنا لازم نبقى ناشفين ونبقى اقوياء عشان ما حدش يقدر يجي علينا. احنا اهم منهم واحسن منهم، وزي ما انتوا قلتوا احنا بناخد ايه من الجزائر؟ رمل، بيصدروا لنا رمل من الصحراء اللي عندهم. ايه الجزائر؟ مين الجزائر؟ احنا ما نعرفش الجزائر غير من فنانه ماجده اللي عملت فيلم. انا جيل انا ما اعرفش ايه الجزائر، وعمري ما رحتها، وعمري ما افكر اساسا فين الجزائر دي. شكرا زينه، ومكالمه. جمهورهم كان واقف، ولا شتمناه ولا حتى قلنالناش لفظ. خلصنا الماتش 2-0 سقفنا ومشينا. قسما بالله وبقولها قدام كل الناس، لو لمحت واحد جزائري في الشارع ما هرحمه انا ويضربني بقى. قسما بالله لو شفت واحد جزائري في الشارع، فنان، ضابط، ممثل، لعيب كوره، بلطجي، هستشهد عندي فانا اموت قدامه عادي جدا. وده عايز اقول ده شعور، يعني ده شعور جزء كبير. الجرايد بتاعتهم هيمنع فلان وعلان من الفنانين من دخول الجزائر. انتوا الطول يا معفنين. في السودان دي ناس، احنا ناس كلنا، كل الناس اللي راحت السودان ناس شرفاء، ناس رايحه تشجع كوره. انا مش رايح معركه حربيه. معركه حربيه ليه؟ اروح معركه حربيه في ايه؟ ناس ماسكه لي سكاكين. الحمد لله كلنا بنقول الحمد لله ان احنا ما كسبناش. كان هيرجع لا يقل عن 2000 واحد في تابوت، في التوابيت اللي كانت هترجع سكاكين. وانا ده كوره يا اخوانا، كوره. انا قلت ان لو مصر لو كسبت هنشجعها، الجزائر لو كسبت والله العظيم ما مشجعهم. لو هم فين ما هشجعهم. بيقولوا علينا ان احنا يهود. تحيا مصر في كل حته. قلتها في الراديو ان قلت الفريق بتاعنا، انا ما يهمنيش الفريق خسر في كره قدم يا استاذ ابراهيم، انما فعلا من قلبي مش مبروك للجزائر، ومن قلبي انا ضد الجزائر في اي مباراه هتلعبها لو هيلعبوها مع تل ابيب، وبقولها من كل قلبي وانا اتحمل المسؤوليه. لو في كاس العالم هيلعبوا اكتر ناس مقرين مننا في اليهود، انا مش هشجع الجزائر يا عم ابراهيم. دي حقيقه ان اللي ما يحترمنيش واللي يخوف اهل بلدي وشعبي ويخلوهم مستخبيين في خرطوم، وبعدين بقى خرطوم دي كمان ولا السودان دي يا استاذ ابراهيم. لازم يبقى في وقفه، بص يا ابراهيم، احنا دلوقتي يعني احنا بنتكلم كويس، وانا مقدر كل اللي بتقوله الدين، ومش عايزين الدولة اللي أحسن منهم. هم عايزين هم اللي يبقوا أحسن، يعني هم عارفين وضعهم بالظبط. يعني احنا أفضلنا على الجميع. الأخت الكبيرة ومصر هي الأم، ومصر الكلام ده خلاص ما ينفعش يا جماعة، والله العظيم ما ينفع. احنا كده بتتهدر كرامتنا في كل مكان، ولو سكتنا المرة دي هيحصل لنا ألعن من اللي حصل المرة دي.
في كل مرة بنقول احنا الكبار واحنا كويسين واحنا مصر هي الام وهي اللي تحتضن وهي اللي تعمل. ما ينفعش نقعد نحتضن في ناس بيهزقوا فينا ويضربوا فينا والاحداث اللي شايفينها في كل مكان بتحصل لنا انا مش قادر اقول الاخوه تاني. انا من قبل 3 ايام انا قلت على قناه الحياه ان انا كنت بروح في الجزائر والناس بيستقبلوني احسن استقبال ومش عارف ايه والكلام ده كله. خلاص ما بقاش فيه الاخوات وانا اسف ان انا رحت هناك اساسا. ايه اكتر حاجة وجعتك قوي وحزت في قلبك امبارح؟ دي إعلامية وزميلة وفنانة، وكانت من بين الحاضرين في موقعة الخرطوم لو صح التعبير، وكانت شهدت عيان على ما حدث للمشجعين المصريين من قبل بعض المتعصبين من أنصار الفريق الجزائري. ريهام سعيد، برحب بيكي طبعا في برنامج 90 دقيقة، وبشكرك على وجودك معايا النهارده. من زمان احنا عايزين نتقابل. والظرف العام اولا مش عارف توافقيني ولا تختلفي معايا ان في حالة زعل. لا، هي في حالة غضب، بس انا معترضة على حاجة انت قلتها، وهي بعض المشجعين الجزائريين. وهو ولا كان بعض ولا حاجة. امال ايه؟ لا، كان كل وكان الجيش وكان ناس بره الملعب خالص ما لهمش علاقة بالماتش. وكانت الحقيقه يعني ما كانتش موقعه، كانت ملحمه. لما بتقولي الجيش انت كان في طول ما احنا ماشيين طيارات مكتوب عليها الجيش الجزائري. لما وصلنا لقينا ان زي ما يكون ناس بتحضر بقالها 3 ايام لحرب. مش طب احنا ما عملناش زيهم ليه؟ لا، اولا انا عايزه اقول لك حاجه. انا مستغربه قوي الناس اللي بتطلع في الاعلام بتقول الجزائريين ومضطهديننا وبتاع. اي حد مثقف او اي حد فنان سافر الجزائر قبل كده هيعرف ان الناس دي مرضى، ومرضى من زمان جدا. يعني انت في الجزائر ما تقدرش تطلع من عربيتك تقف لمدة 5 دقايق، لازم يا هتتخطف يا هتتضرب مطوة، لانها نسبة ارهاب عالية جدا الجزائريين مع بعض. فمش يعني مش هنستغرب ان يعملوا معانا كده. بس انا رحت الجزائر ريهام وما حصليش كده. انا حصل لي كده. انا رحت اعرض مع فنان كمال ابو رايه وفنانه سميحه ايوب، وكانت مسرحيه من اخراج سعد اردش، وما كناش بنقدر نقف ثانيه في الشارع والله، لان نسبه الارهاب عاليه جدا في الجزائر. طب سيبك من الموضوع، من تجربتك في زيارتك للجزائر، تعالي نتكلم على اللي حصل لك في الخرطوم. الاماكن عندهم القذره بتاعتهم لازم يكون في تصرف، في رد فعل، في حاجه نعملها. احنا مش قليلين، احنا مصر دي يعني مصر دي ام الرجاله بجد، اللي فيها الفن كله، وفيها الكتاب وفيها الرؤساء وفيها العظماء 7000 سنه. مش عايز اقول كلام فيه اشعار لان انا عايز اقول اللي في قلبي، وعشان لو دخلت شويه في الكلام مش عارف امسك لساني. الناس دي مش عارف اتكلم عليها ازاي. كفايه فرحه الشباب اللي في الشارع دي اللي بتقول عايزين نروح الجزائر، ده دول لوحدهم كفايه يروحوا يولعوا فيهم. الناس دي يولعوا فيهم بجد. ده ناس تافهه، ناس تافهه يعني مش فاهم. يعني دي ناس تافهه ومجانين. دول تافهه ومجانين ليه؟ لان دول اساسا عشان دخلوا كاس العالم موتوا 14 بالاحتفال بتاعهم. طبعا انا بتمنى من ربنا انهم يخشوا وياخدوا كاس العالم عشان يخلصوا على الرئيس بتاعهم، عشان تبقى الدنيا خلصت عندهم كده. لان دي ناس زباله، لازم رد بجد. احنا عايزين الرسائل